خد بالك انت ممكن يكون عليك فلوس وانت ما تعرفش، وده اللي حصل مع شخص وللاسف هيتسجن بيه، وده كمان كان هيحصل معايا. اللي حصل ان كانت في ارقام متسجله باسم الشخص ده وحصل بيها عمليات نصب على الناس، والشخص ده للاسف هو اللي اتحمل المسؤوليه لان الارقام دي باسمه. وانا لما جيت اشوف الخطوط المتسجله باسمي اتصدمت. تعالى اقول لك ازاي تعرف لو في ارقام متسجله باسمك وانت ما تعرفش، وكمان تعمل ايه لو لقيت فيه ارقام. نزل ابلكيشن ماي نترا بتاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتسجل عليه باكونت، وتضغط على خدماتي وبعد كده خدماتي وتكتب الرقم القومي بتاعك. هيظهر لك كل الارقام اللي متسجله بالرقم القومي بتاعك سواء انت كنت تعرف او ما تعرفش. الصدمه بقى ان انا لقيت 3 ارقام باسمي متسجلين في شركه انا ما عنديش ولا خط فيها باسمي. في الحاله دي بقى المفروض انت تعمل ايه؟ اول حاجه هتتصل على الرقم ده بتاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعمل اثبات حاله وتدلك ان الارقام دي فعلا مش بتاعتك. تاني حاجه تتوجه للفرع ده. ممكن تعمل حاجتين، يا اما تسحب الارقام دي لان هي بتاعتك رسميا وتاخدها ليك، بس كده انت بتثبت التهمه على نفسك لو الارقام دي اتعمل بيها مشكله، وده غالبا حصل. الحل الثاني انك تقفل الخطوط دي. بعد كده تتوجه انك تعمل محضر في مركز الشرطه عشان تثبت حاله، ولو حصل اي مشكله بالارقام دي انت في الامان.